أهلاً، أنا نور، والنهاردة عايزة أحكي لكم قصة ملك. قبل ما نبدأ قصة ملك، ما تنسوش تضغطوا على زر الاشتراك عشان ما تفوتكوش أي قصة. أهلاً، أنا ملك، بنت وحيدة لماما وبابا. حياتنا زمان كانت حلوة قوي، يعني وأنا صغيرة كنا عايشين مرتاحين، بس من وقت معين حياتنا قلبت خالص. بابا قبل الأيام دي كان موظف في شركة الكهرباء، وأوضاعنا كانت تمام، بس زي ما ماما دايما تقول العين صابتنا. فعلا العين صابتنا. في ليلة واحدة وقعنا من فوق لتحت. صحاب بابا هم اللي خلوه يدمن، وبعد كده الشركة طردته. ماما حاولت كتير تساعده يبطل، بس بابا ما كانش قادر. مش عشان مش قادر فعلا، لأ، هو ما كانش عنده إرادة. ياريت كانت المشكلة وقفت هنا. بابا كمان ابتدى يلعب قمار. فاكرة يوم لما خسر في القمار وجه البيت ما لقاش حاجة يبيعها. ماما المسكينة كان عندها سوارين دهب. لما نامت بابا خد مقص المطبخ وقطع السوارين من إيدها وباعهم. لما ماما صحيت وعرفت قعدت تعيط قوي، أصل السوارين دول كانوا هدية من جدتي. من يوم ما بابا دخل في طريق القمار حياتنا بقت جحيم، كأنه أدمن عليه. كل شوية نكتشف إن حاجة من البيت اختفت، التلفزيون، المروحة، أي حاجة تتباع. ماما اضطرت تشتغل بعد ما بابا بطل الشغل، بس حتى فلوسها ما كانتش بتكفي، وبابا ما كانش بيرحمها. أنا ساعات كنت بتعصب قوي وأقول لماما: ليه ما تطلقيش؟ انتي اللي بتشتغلي وبتصرفي علينا، ليه مكملة في العذاب ده؟ كانت تقولي: أنا ماليش غيره، لا أهلي ولا حد، أبوكي بقى كل حياتي، ما ينفعش أسيبه، يبقى أنا نكرة للجميل لو سبت أبوكي وهو في حالته دي. كانت لسه بتحبه ولسه عندها أمل إنه يتغير. عيلة بابا كانت بتحاول تساعدنا، بس هم كمان كانوا على قد حالهم، لحد ما جه اليوم اللي بابا خسر فيه مبلغ ضخم في القمار. يومها حياتنا اتدمرت. بابا ما كانش عنده حاجة يديها للراجل، فكتب له كمبيالات كتير. بابا طول عمره بيلعب، بس عمره ما خسر مبلغ زي ده. كان عنده أسبوع واحد بس يسدد الفلوس. جدي ما كانش عنده غير بيته، وده كمان عليه ورثة، وما يقدرش يبيعه ويسيب نفسه من غير مأوى. إحنا كنا ساكنين في بيت إيجار، وما عندناش حاجة تتباع. كل اللي في البيت بابا باعه قبل كده، حتى لو بعنا الباقي مش هتسوى حاجة. بابا بقى عصبي جدا، وكل ما ياخد مخدرات حالته تسوء أكتر، لأنه عارف إن نهايته وحشة، واللي مدينه مش هيرحمه. خلص الأسبوع والراجل اللي بابا مديون له خد عليه حكم بالحبس. قال له: يا تديني فلوسي يا تدخل السجن. وبابا ما كانش عنده فلوس، فدخل السجن. ماما وجدي حاولوا بكل الطرق يخرجوه. راحوا للراجل وطلبوا منه يمهلوا شوية، يدفعوا له بالتقسيط. بس الراجل ضحك وقال: هتفضلوا تدفعوا 10 سنين عشان تسددوا. ما وافقش، ولحد ما في يوم قالهم اقتراح كان أسوأ كابوس في حياتي. الراجل ده كان عارف إن بابا عنده بنت. قال لجدي: أنا هتجوز حفيدتك، وفي المقابل هسامحكم في الدين. يعني بالعربي كان بيشتريني. فعلا القمار مش بس بيخرب حياة الراجل اللي بيلعب، بيخرب حياة اللي حواليه كمان. جدي لما كان يروح السجن يزوره كان يقول لنا إن قلبه بيتقطع لما يشوفه، بيترجاه يطلعوه من هناك. كلنا كنا متضايقين، بس ما كانش في إيدينا حاجة. محدش في العيلة كان راضي بفكرة إن اتجوز الراجل ده، لحد ما في يوم رئيس السجن اتصل بجدي وقال له يجي ضروري. لما راح قالوا له إن ابنه حاول ينتحر بالليل، وإنه لازم وقت الزيارة يشجعه وما يخليش يفكر في كده تاني. جدي رجع البيت وقال لنا، وأنا لما سمعت الخبر قلبي وجعني. رغم إني كنت زعلانة من بابا،
بس هو في الآخر أبويا. ما كنتش أقدر أقبل إنه يموت بالطريقة دي، كنت هعيش بذنبي لو حصله حاجة. وماما الأيام دي كانت عايشة في كابوس بعد ما الراجل قدم اقتراحه البشع ده. هو عمره ما قاليش عشان دين أبوكي تضحي. أنا من قلبي في اليوم ده كنت عايزة أبقى مراته بجد. والله ما كنتش عارفة أي حاجة عن الراجل اللي أبويا كان خسران له فلوس. كل اللي قلته لمامتي إني ما عنديش مانع، وهي كانت دموعها نازلة وقالت لي إنتي مش مجبورة تعملي كده. يمكن ما كنتش عمري هقبل أعمل حاجة زي دي عشان أبويا، بس لما بيكون الموضوع حياة أو موت لحد من عيلتك، حتى لو الشخص ده وجعك كتير، قلبك بيرق. حتى لو أبوك مدمن، حتى لو عمل فيك كل حاجة وحشة، بس لما فكرت إني ممكن أنقذ حياته قررت أضحي بنفسي. في الآخر هو أبويا. قبل ما يتورط في الإدمان كنا عايشين أيام حلوة. كان إنسان طيب، وأنا صغيرة فاكرة إنه كان بيشتري لي كل لعبة أطلبها، وكان دايماً يقعد معايا. يمكن لو ما كانش بقى مدمن كنت دلوقتي أسعد بنت في الدنيا. مامتي كانت بس بتعيط، لا عارفة تقول لي روحي ولا ما تروحيش. هي كمان لما سمعت الموضوع عن أبويا وجعها قلبها. في الآخر ده جوزها. قالت لجدي على اللي حصل. جدي في الأول اتضايق، أصل أنا حفدته وكانوا بيبيعوا حفدتهم، وده وجعهم قوي. جدي قال لي الراجل اللي شفته ده باين عليه نسوانجي، خدي بالك أول ما يزهق منك حيسيبك. ومع كده قررت أتجوزه. بس وقتها ما كنتش عارفة أي حاجة عنه، لا سنه ولا هو مين. جدي راح كلمه والراجل وافق بسرعة، وكل حاجة حصلت كأنها حلم، كأنها فيلم. في كام يوم حياتي اتقلبت. فعلا عندهم حق اللي بيقولوا إن محدش عارف نصيبه. في مكتب المأذون شفته لأول مرة، ما كنتش مصدقة. راجل شكله أكبر من أبويا حتى، في الخمسينات، وشكله متكسر. كان عنده علامة فوق حواجبه كأنها جرح قديم أو أثر غرزة. عيونه خوفتني، كان فيها نظرة مش مريحة. في اليوم ده محدش كان فرحان، لا أنا ولا مامتي ولا جدي. اتكتبت الراجل معرفوش مؤقت. مامتي لما شافت المنظر دموعها نزلت، بس ما كانش في حل تاني. اليوم ده سبت بيتي وطلعت مع الراجل ده. ركبنا عربيته وقال لي أول ما قعدت انتي كلفتيني كتير وحتشتغلي عشان الفلوس دي. ما رديتش، بس هزيت راسي. ما كنتش عارفة ايه اللي مستنيني. لما وصلنا بيته اتصدمت، بيته كبير جدا. بعدين عرفت ان عنده بيوت تانية، وده كان واحد منهم بس. دخلنا ولقيت مكان كده الكراسي فيه مترصة بشكل دايرة، كأنه مكان بيقعدوا فيه سوا. قال لي أوضتك آخر الطرقة على اليمين، ما تحبيش تفتحي عينك على اللي مش ليك، وما تسأليش عن حاجة. صح إني اتجوزتك، بس ده مش معناه إنك ليا لوحدي. اتصدمت، قلت له يعني إيه؟ إحنا اتجوزنا، أنا مراتك. ضحك وقال يا بنتي شكلك بتتفرجي على أفلام كتير. أنا عملت كده عشان جدك اللي كان زنان. غير كده أنا ممكن يكون عندي 100 واحدة زيك. اتعودي على الوضع ده وما تعمليش نفسك بريئة. كنت متجمدة، ما قدرتش أقول حاجة. فعلا كان شاريني، وأنا لازم أسمع كلامه. دخلت الأوضة اللي قال عليها، كانت حلوة ومليانة لبس وأدوات تجميل. باين إن في ست كانت عايشة هنا قبل كده. الحمام جوه الأوضة، قلت أغير هدومي واتحمم. فتحت الدولاب، كل اللبس مكشوف، مفيش غير فستان واحد مقفول شوية، بس حتى هو بالنسبة لي كان فاضح. لبسته غصب عني. خرجت، لقيته قاعد بيتفرج على التلفزيون وبيشرب سجاير. قلت له تحب أعملك أكل إيه؟ كنت فاكرة إن العلاقة بينا هتبقى زي أي جواز عادي، بس كنت غلطانة. وأنا أعمل له الأكل وهو يروح الشغل ويرجع. كنت بتخيل كده في نفسي، إيه اللي كان يخليني أعرف إني دخلت في طريق لو كنت أعرفه ما كنتش هعمله أبداً.
لقيت محمود قال لي: انتي مش محتاجة تطبخي، هنجيب الأكل من برا. أنا في سري كنت بقول الراجل ده كان عنده كام فلوس عشان كل يوم عايز يجيب أكله من برا. ما قلتش حاجة. أحسن، مين في الوضع ده كان ليه نفسي يطبخ؟ أنا لسه كنت منفصلة عن عيلتي واستحملت الصعوبات دي، ما كنتش ليا نفس أطبخ دلوقتي. رجعت تاني الأوضة، لقيت محمود ناداني تاني. بصراحة ناداني باسمي وقال: يا بنت تعالي هنا. لما رحت لقيته بيقول: أنا عندي ضيوف بالليل، حاولي تلبسي فستان مفتوح يكون جسمك باين فيه خالص، من غير ما تروحي معاهم الأوضة، ما عندكيش حق تعترضي. أنا في اللحظة دي حسيت إني زبالة، حسيت إني مليش قيمة، بس خلاص ما كانش في حل. في سري لعنت أبويا اللي كان هو السبب في كل ده. حاولت ألبس الفستان اللي قصده، كان فستان ظهره كله مفتوح لحد ظهري من تحت، ومن قدام رقبته مفتوحة خالص، يعني كل جسمي كان باين. أنا اليوم ده عرفت يعني إيه قمار، عرفت يعني إيه الشغل ده عامل إزاي. أنا كنت في بيت راجل قمارجي معروف، أبويا كان بيقامر بس عمره ما كان بيدخل أصحابه بيتنا، لكن هناك لأ، كان في ترابيزة كبيرة في النص وحوالي 10 ل15 واحد حواليها، جنبهم مشروبات وكل واحد ماسك شوية ورق في إيد. فهمت إنها أوراق لعب قمار. الأغرب إن الفلوس اللي كانوا حاطينها في الرهان كانت كتير قوي. اليوم ده كل واحد فيهم كان بيعرض مبالغ عالية لدرجة إن فلوس أبويا في القمار ده ما كانتش أي حاجة كأنها. حتى واحد فيهم كان قال إنه يحط بيته في الرهان. أنا كنت مستغربة إزاي بيخاطروا بكل ده. الليلة دي محمود خسر في القمار، كان متعصب قوي. راجل في سن محمود كأنه هو اللي كسب منه وحط فلوس كتير في جيبه. في ناس كانت زعلانة قوي، وناس زي الراجل ده كانت فرحانة. كنت مستغربة من شغلهم ده كان جنون خالص. إزاي كانوا يقدروا يحطوا كل اللي يملكوه في اللعب؟ ما كنتش فهماهم. بعد ما خلصوا شغلهم محمود عزمهم كلهم إنهم يشربوا، وقال لي: انت اللي تسقيهم وصبي لكل واحد فيهم مشروب. أنا في الأول ما كنتش عارفة المفروض أصب كام مشروب في كاساتهم. مليت الكاسات ولقيت واحد من الرجالة دول ضحك وقال لي: محمود دي لسه جديدة صح؟ يعني لسه ما تعرفش المفروض تصب كام مشروب. محمود بصلي كده وشه غضبان وقال لي: هتتعلم. أنا من بصته الغضبانة دي اترعبت، كنت خايفة يعمل فيا حاجة. محمود قال لي: روحي الأوضة وحطي شوية برفان على نفسك واستنيني. كنت مستغربة، لما كل الرجالة دي قاعدة في الصالة ليه المفروض أروح أوضتي وأحط برفان واستناه؟ عملت كل اللي قالهولي، بقيت عروسة في عيدهم، أصل ما كانش عندي حل تاني. لما جه الأوضة ما كانش لوحده، كان معاه راجل حوالي 49-50 سنة أو يمكن أكتر. بصلي كده وقال لي: محمود مين دي؟ كنت تجيب واحدة أحسن، دي لسه طفلة قوي. محمود رد عليه وقال له: أبوها كان مديون ليا، اضطريت أبدلها. هو لو راح السجن كان هينفعنا بإيه؟ على الأقل كده هنستخدم البنت دي. أنا اليوم ده بصراحة اتكسرت تاني. إيه لزوم إنه يقول للراجل ده حاجة زي كده؟ في الآخر أنا كنت مراته، حتى لو كان شيء يضحك. هو أساساً ما كانش عنده غيرة عشان يفهم يعني إيه كلمة زوجة. محمود زقيني ناحية السرير، والراجل ده ركع قدام رجلي، وبصباعه لمسلي مكاني، منطقتي الحساسة من كنا. ترعش جسمي، يقربوا مني كده قوي. محمود قلعني في الجزء العلوي من جسمي. عارفين إزاي يثيروا الستات؟ كأن شوية كانت بتجيلي أحاسيس إن الموضوع كان أصعب بكتير إني أكون مع الاتنين، بس كانت دي أول مرة الجزء الخاص بيا يقرب منه راجل كده قوي ويتحسني. لحد ما في الآخر حسيت إحساس حلو،
كأني كنت بستمتع. الليلة دي الراجل ده طلع الجزء ده منه ودخله جوه جسمي. أنا بعدت عن عالم البنات، وكانت أول علاقة ليا مع حد ما كانش جوزي، بل صديقه هو اللي خد مني عذريتي. لما خلصوا شغلهم، صديق محمود قاله: تسلم إيدك، دي طلعت بنت. محمود ضحك وقال لي: مش قلتلك إنها بنت؟ أنا خلاص بقى، ده كان شغلي، إني أكون كل ليلة مع واحد من الرجالة دول. محمود والراجل ده أساساً كانوا عايشين سوا، يعني أنا كنت عايشة مع راجلين. يا لها من ليالي بكيت فيها، ويا لها من أيام كنت أتمنى فيها الاتصال بعيلتي، بس محمود كان مانعني وقال لي لو عرف إني بتواصل مع عيلتي، أي حاجة هتحصل بعد كده هتكون مسؤوليتي. كنت عارفة إنه خايف إني في أي وقت أكلم عيلتي عن اللي بيحصل ده وعيلتي تشتكي. صحيح محمود كان اشتراني، بس عيلتي كان ممكن بسهولة تشتكي بسبب الأفعال دي، عشان كده ما كانش مسموح لي أتصل بعيلتي. ما كنتش عارفة مصيري هيكون إيه، ما كنتش عارفة محمود إمتى هيزهق مني ويسيبني، بس كنت بتمنى في يوم من الأيام يزهق مني. بس حالياً كان لسه عايزني، لدرجة إنه بقى كل مرة يعمل فيها ترابيزة قمار كان لازم أكون مع واحد منهم. كل مرة كنت بدخل في علاقة مع راجل مختلف. كانوا عاملين المكان بيت دعارة رسمي. ما كنتش مصدقة، إحنا كنا عايشين حياتنا طول عمرنا بشكل محترم، وتحت ودننا في بلدنا في ناس زي دي. المهم الأيام كانت بتعدي كده لحد اليوم اللي حصلت فيه الحادثة دي، أبشع حادثة في حياتي. محمود كالعادة كان عنده ضيوف، وأنا ما كنتش ليا نفس قوي. كنت عايزة أروح آخد دش عشان أروق. لما قلت لمحمود قال لي: تعال بسرعة عشان تلحق الضيوف. أنا رحت الحمام وبدأت أغسل نفسي، وفجأة حسيت بباب الحمام اتفتح. لقيت صاحب محمود، هو اللي كنا عايشين سوا، وأنا خلاص كنت اتعودت عليه إني أكون معاه كل ليلة. بس المرة دي شفت صاحب محمود ومعاه 4-5 رجالة تانيين دخلوا الحمام. أنا عمري ما كنت مع العدد ده من الناس. الليلة دي عملوا فيا حاجات ما قدرتش أتحملها أبداً. اعتدوا عليا بأبشع طريقة ممكنة في الحمام. كانت حاجة تجنن. أصلاً من كتر الألم كنت عايزة أكسر نفسي في الحيطان. كان عندي ألم شديد قوي في اللحظة دي. في لحظة عيني جت على موس حلاقة في الحمام. خلاص، كأن الحياة انتهت بالنسبة لي. ما كنتش حاسة بأي حاجة للحياة، ما كنتش فاهمة أي حاجة في الحياة. زهقت. ما كانش معروف محمود لحد إمتى هيستخدمني. أنا في ليلة واحدة بسبب أبويا وصلت لليوم ده. ليه كان لازم أعيش؟ خلاص كده، ده كان كفاية لحد هنا. هو أنا كان عندي كام طاقة؟ هو أنا كان ممكن أقاوم كام؟ خدت الموس وجرحت بيه وريدي كذا مرة. حالتي كانت وحشة قوي. كام لحظة كده كأن كل حاجة شفتها مش واضحة. ما عدتش فاكرة أي حاجة. كل اللي فاكراه إني لما فتحت عيني كنت في المستشفى، وما كانش فيه أي حد حواليا غير أمي. معرفش أقول ربنا كان بيحبني ولا محمود حن عليا. أي كان السبب، محمود كان هو اللي وصلني المستشفى. أنا كنت خلاص جبت آخري، ما كنتش أقدر أرجع. قررت إني لو رجعت للبيت ده تاني هعمل نفس الحاجة دي. في البيت ده أساساً ما كانوش بيقدروا جنس الستات أبداً. محمود أساساً ما كانش بيبصلي على إني مراته، والورقة دي كانت بس عشان جدي ما يكملش في الموضوع ده. أمي كانت بتعيط زي السحاب في عز الربيع. هم مساكين ما يعرفوش إيه اللي حصل لي. أمي قالت لي: أنا أموت فيكي يا حبيبتي، إنتي ليه كنتي عايزة تنتحري؟ إيه اللي خلاكي تعملي كده أصلاً؟ ضحكت من كلامها. لو كانت تعرف إيه اللي كان بيعمله فيا كانت هتفضل أبويا يموت في السجن وما تبعتش بنتها لمكان زي ده.
ما كانتش تعرف إيه اللي أنا شفته وإيه اللي أنا عانيت منه. أنا بجد خايفة محمود يكون في المنطقة دي وعايز ياخدني تاني. سألتها: فين محمود؟ بصت لي وقالت: مفيش أي حاجة، هو وصلك المستشفى وكلمنا وقال لي إنه ملوش دعوة بيكي تاني. لما سمعت ده كأني سمعت أحسن خبر في حياتي. أنا بصراحة حالتي اتحسنت. قلت: ماما انتي بتكدبي. قالت: لأ، وحياة عينيكي محمود قال كده. يا ماما، انتي بقالك 3 شهور في بيته، ايه اللي خلاكي تعملي في نفسك كده أصلاً؟ كنتي وحشانة عشان تعملي كده؟ أمي كانت قد ايه متخيلة حاجات تانية. كده مفيش أي حاجة اتغيرت. قلت لأمي: ماما بالله عليكي لو رجع للقمار وعمل حاجة، بالله عليكي تعالي نمشي من البيت ده ونعيش في مكان تاني. قلت وقلت لحد ما وافقت. ودينا أبويا لجدي وإحنا عملنا سيبنا المكان ده. العيشة دي خلاصة هي كمان لو كانت في الدنيا. لوحدنا، أنا بشتغل وأمي كمان بتشتغل. من بعد كده ما سمعتش حاجة عن محمود. كل اللي عارفاه إني دفعت تمن غلطة أبويا بأبشع طريقة ممكنة. يمكن دلوقتي أبويا بقى كويس أو حصل له حاجة، ما عنديش أي خبر عنه. لو هتسألني إن كنت وحشاني، لأ، والله ما عنديش أي إحساس ناحيته. هو السبب إني عشت أسوأ أيام في حياتي، أيام كان ممكن تبقى أحلى أيام شبابي. شكراً إنكم سمعتوا حكايتي، ويسعدني تقولولي آرائكم واقتراحاتكم في الكومنتات. شكراً لإنكم فضلتوا معايا لآخر الفيديو. ادعموني باللايك والتعليقات بتاعتكم، بحبكم جداً. للقصة الجاية، مع السلامة.